السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة مع بعض بسبوسة الأكياس الجاهزة، وهتعرفوا قد ايه ان طريقتها مفيش أسهل منها. مكوناتها كلها بسيطة، ولو مش بتنجح معاكي أو بتنشف منك يبقى اتبعي الطريقة دي، وأوعدك بعدها هتعملي أحلى بسبوسة مرملة ودايبة، وأحلى من أي حلواني، ومش ممكن يبقى فيها أي مشاكل تاني. ولو عايزة لونها يبقى مكرمل كده من غير ما نكرمل السكر على النار، برضه هقولك عليها جوه الفيديو. وبما ان بشاير رمضان هلت، اوعدك انك مش هتبطلي تعملي بسبوسه في رمضان، يمكن هتبقى اكتر حاجه تعمليها بعد الفيديو ده. يلا نشوف الطريقه. وقبل ما نشوف الطريقه نحط لايك للفيديو، وما تنسوش الشير لكل حبايبكم، ونسمي ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. في الاول هنعمل الشربات وبعد كده نسيبه على جنب. انا معايا هنا في كسرولة كوبايه من السكر، هحط عليها كوبايه ونص من الميه. تمام كده يا بنات. عايزه تحطي عليها عصره ليمون حطي، او تحطي اللي هو ملح الليمون، مفيش مشكله. انا بالنسبه لي مش هحط لان الشربات ده مش بيسكر. هنجيب بقى بوله وهنزل فيها بمعلقتين من السمنه. السمنه دي يا بنات انا بعايرها الاول وهي ماسكه نفسها متماسكه، بس هي ساحت هنا كده، انا حبيت ان انا اسيحها شويه عشان لما اشتغل بيها تنزل معايا ايه بكل سهوله، وفي نفس الوقت تشتغل معايا بكل سهوله، ما تغلبنيش في ان انا ايه اقلبها يعني مع الحاجه. ونزلت بكوبايه من الزبادي كبيره كده، وهنزل عليهم بمعلقتين من الشربات اللي احنا بنعمله للكنافه، بس يكون تقيل. انتوا عارفينه طبعا الشربات بتاع الكنافه بيبقى تقيل، او البلح الشام، او الجلاش. الحاجات دي كلها بتحتاج ايه شربات يكون تقيل شويه. مش عايزاه ممكن تستغنى عنه وتحطي اللي هو ايه عسل الكلوكوز. تمام كده. المعلقتين دولت اللي احنا هنحطهم هيخلوا البسبوسه متكرمله جوه الفرن، وهتبقى جميله جدا من غير ما تكرملي اي سكر على النار. التركايه دي حلوه قوي لو عايزه ايه تخليها مكرمله. مش عايزه تخليها مكرمله وتبقى محمره من فوق ومحمره من الارضيه وبيضه من النص، يبقى استغني عن الايه عن المعلقتين اللي هم العسل الكلوكوز، او اللي هو الشربات اللي احنا هنستخدمه ده. وتبداي تضربي كده زي ما انت ما شايفه لحد ما يدوب كل الخليط، والعسل ده يفك معاكي. انا مش عايزه اي كتله يا بنات في الخليط بتاعنا عشان تطلع معاكي ناجحه باذن الله تعالى. خلاص احنا كده دوبناه وما خليناش ولا فتفوت. انا طلعته من قلب المضرب لان المضرب كان بيبقى متكتل فيه ورخم شويه. انا هنا هستخدم بسبوسه ماركيز. بسبوسه ماركيز دي جميله جدا جدا. انا بقالي سنين السنين لما بحب اجيب البسبوسه السايبه ما بشتغلش الا بيها. وبصوا يا بنات عليها المكونات من بره، انت كل اللي هو كاتبه هتمشي بيه بحذافيره. بس انا هنا ما عملتش غير خطوتين فقط لا غير من عندي، ان انا حطيت عسل الجلوكوز او اللي هو الشربات بتاع الكنافه، وهحط بس معلقتين من جوز الهند، بس دول من عندنا. هي كده كده فيها ريحه جوز الهند، بس دي يعني خطوتين من عندنا. هنبدأ نحط الكيس كده زي ما انتم شايفين. انا هكتب لكم المقادير بتاعتها في صندوق الوصف. وفي انواع من البسبوسه كتير جدا، في حلو الشام وفي كذا نوع، بس انا بصراحه بفضل البسبوسه دي. من سنين السنين وانا بستخدمها لما بتكون في الاكياس، وبستخدم السايبه برضو. تمام. وهننزل عليهم بمعلقه من البيكنج باودر 5 جرام يا بنات، 5 جرام، ما تزوديش عن كده. يعني انا مش عايزاكي تزودي عن كده عشان انا مش عايزاها ترتفع معاكي، او احنا عايزينها تبقى مظبوطه. وتقلبيهم بايديكي او تقلبيهم بالسباتيولا زي ما انت ما شايفه، سواء كده او كده فهي هتنفع معاك الطريقه. البسبوسه دي لو تلاحظوا تحسوها متماسكه قوي. ليه؟ المقدار بتاع البسبوسه بتاعت الاكياس بيبقى كده، بيبقى متماسك. لما بتيجي تشتغلي فيها تحسيها ايه ده ناقصه سوائل. لا، هي مش ناقصه سوائل، هي بتبقى جميله جدا. بعد كده لما تطلع هتشوفوها معايا وتبقى مظبوطه باذن الله. الطريقه دي مختلفه عن الطريقه اللي احنا بنعملها بتاعت البسبوسه السايبه. وهنبدا ندهن الصينيه ونحطها فيها مقاس، انا عاملاها 20 في 30 الصينيه دي. يعني انا هحط البسبوسه في مقاس 20 في 30. وتبقي مولعه الفرن قبل ما تبداي في خطوه ان انت تعملي المقادير بتاعه البسبوسه. تبقي مولعه الفرن. هنعمل الفرن على درجه كام يا بنات؟ على درجه 180، ما تزوديش عن كده. هي قعدت معايا 45 دقيقه. هتقولي كتير قوي المده، هقول لكم ليه. لان انا عندي الفرن الكهربائي بتاعي بيشتغل ويفصل، الهيتر ده بيشتغل شويه ويفصل شويه، فخدت معايا الوقت ده. لو هتحطيها في فرن البوتاجاز ممكن تاخد معاكي وقت اقل من كده، بس حاولي بقدر المستطاع ما تعليش درجه الفرن. 180 ويا ريت 170 كمان في الفرن الغاز. وتحطيها على الرف الاوسط، ما تنسوش يا بنات على الرف اللي في النص. تمام كده. وما تولعيش الشوايه من فوق، من تحت وبس. واول ما تبدا الحروف بتاعتها تغمق كده او تديك اللون اللي هو الذهبي او المحمر الخفيف، مش محمر غامق قوي، يعني المحمر الخفيف،
تبدأي تطفي من تحت وتولعي من فوق. هتخلي الشواية متوسطة يا بنات، ما تخليهاش اللي هي والعة على أعلى درجة، لا هتخليها اللي هي المتوسطة، بحيث إن هي تخليها لونها مشمشي كده أو ذهبي زي ما انتم ما بتشوفوها، غامق ذهبي غامق. تمام كده، ما تبقاش الشواية والعة جامد جدا. ما تنسوش يا بنات، علشان كمان احنا عايزينها تستوي على أقل درجة حرارة، بحيث إن هي كلها تتكرمل، لان احنا لو علينا قوي هتبدا تتحرق معاكي، لان احنا حاطين معلقتين من العسل الكلوكوز او اللي هو الشربات بتاع الكنافه. وكده بعد ما قسمناها وزيناها هنحطها في الفرن على الرف اللي في النص زي ما قلت لكم يا بنات. انا كده خلاص الشربات اتعمل معايا، وهجيب بقى الفانيليا دي اخر حاجه بحطها، بحيث ان هي تديله، هي كده كده البسبوسه دي فيها الفانيليا والسكر بتاعها، يعني احنا شوفي ما حطينالهاش اي اضافات بس غير هما معلقتين من الجوز الهند، لكن هي بيبقى فيها الفانيليا وفيها كل حاجه، بس دي خطوه برضو اختياريه من معايا. وتقدري تحطي معلقتين من السمنه فيها او معلقه واحده، كفايه معلقه واحده. تمام كده يا بنات. طلع معايا كده الشربات، انا دفيته على النار وهبدا انزل بيه على البسبوسه وهي ايه طالعه من الفرن. انا دفيته بس يا بنات، يعني يا دوبك بس يسخن معايا شويه، ما يبقاش موهوج، والصينيه طالعه سخنه، بمجرد ما بينزل عليها الشربات بتشربها في ثانيه. بصوا عامله ازاي، بسم الله ما شاء الله، هيتفضل حبه على الوش كده صغيرين، هي هتشرب نفسها بنفسها، مش هتعملي حاجه اكتر من انك تغطيها. ويا ريت تبقى صينيه اكبر كده من الصينيه بتاعتي، تبقى زيها كده بس اكبر منها، بحيث ان هي تغطيها كلها، لان انا كانت عندي الصينيه فيها ايه، كانت مدوره وفيها حروف كده من الجناب باينه منها، انا عايزاها تتغطى كلها. وتبداي تميليها زي ما انت ما شايفه كده يمين وشمال، وسيبيها مع نفسها، هتاكلي احلى بسبوسه بعون الله. ولو باتت عملتيها من بالليل وسبتيها للصبح هتبقى خيال الخيال، والله العظيم هتاكلوا احلى بسبوسه وهتدعوا لي. بصوا لونها عامل ازاي، قمه قمه في الجمال. قطعي بقى وكلي واكلي حبايبك، ومحدش هيصدق ان انت اللي عاملاها، هيقولك انت جايباها من بره. بصوا عليها يا بنات عامله ازاي، لونها من جوه زي من بره، والقطعه بقطعتها شاربه كل الشربات، بسبوسه ما شاء الله عليها ولا غلطه. لو البسبوسه السايبه بتفشل منك، الطريقه دي مش ممكن تفشل منك باذن الله. وهي دي الطريقه الاصليه اللي تعملي بيها البسبوسه بتاعت الاكياس، والنتيجه ان شاء الله هتبقى مبهره، ما فيهاش ولا غلطه، ناجحه مليون المية. بص دايبه ومرمله ازاي، وطعمها غايه في الروعه وتحفه. انا اكلوها عيالي بسم الله ما شاء الله، يعني الصينيه اتنسفت. اعمليها وجربيها، وان شاء الله هتنال كل اعجاب اللي هياكلها او هيدوقها منك، سواء هتعمليها لضيوفك او اللي هتعمليها لبيتك ولاولادك. بصوا الذوبان بتاعها عامل ازاي، ما بجرد ما بحط الشوكه، بص مش مستحمله، بتتفتفت منها، ان انت ماسكه القطعه تحسيها سليمه، يعني انت حتى لو شلتيها على ايدك كده هتلاقيها سليمه، ما تتفتفتش بقى وتقع منك، لا القطعه بقطعتها. وتيجي تقطمي وتاكليها تلاقيها بتدوب في بقك، مش محتاجه حتى ان انت تندغيها، هي اصلا دايبه دوب فوق ما تتصوري. ونصيحه من اختكم والله العظيم هتدعولي عليها، اعملوا دايما اي حلويات شرقيه من اللي هي بتاعتنا وسيبوها من بالليل، يعني تبقي خلصتي اللي وراكي وتعمليها وتبداي تسيبيها كده في مكان، وكده كده احنا الجو عندنا ساقع، هتبداي تحطيها في مكانها كده وتقفلي عليه، او حطيها في فرن البوتاجاز يكون بارد طبعا، يعني انت تكوني خلصتي اللي وراكي وتحطيها في فرن البوتاجاز وغطيها. والله العظيم هتاكلوا احلى حلويات شرقيه في حياتكم، الحلويات الشرقيه لما بتبات بتبقى قمه في الجمال. وبكده وصفه النهارده تكون خلصت، لو عجبك الفيديو يا ريت ما تنسيش اللايك والشير لكل حبايبك، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.